اوكي، صدقا ما كنت حابة اطلع بهالستوري. بس بصراحة انا كان كل اليوم عندي تصوير، وهلأ رجعت من التصوير تعبانة، وشفت شي بصراحة كتير زعجني. شفت اني فوق ما الموقف اللي انحطيت فيه اللي عن جد ما بتمناه لعدوي، فوق كل هاد انا عم بتكذب. فلما شفت هيك اضطريت اطلع واحكي بهالستوري هلأ. اول شي بدي احكي عن موضوع العزيمة. يا جماعة أنا إنسانة كرامتي فوق كل شي. أنا مستحيل أروح على مكان ما أكون معزومة عليه، مستحيل. أنا شفت غيث وسارة قبل بكم يوم من عرسهم بمناسبة معينة. التقينا، وأنا طبعا مو أول مرة بلتقي بغيث. أنا غيث بعرفه من شي 3 سنين، والتقينا وصورنا مرة فيديو على قناته، هو بيعرف. عزموني مثل ما عزموا كتير ناس هنيك على الحفلة. ومشان موضوع سارة اني انا شفتها، بصراحة معك حق، انا شفتها فعليا، بس انا ما كنت حابة اجيب هالسيرة مشان ما اذيها. انا ماني طالعة اذي حدا، انا ما بدي اذيها، وما بدي اقول انه هي بالذات اللي رفضت دخولي على الحفلة. انا فتت لقيت في كان زفة للعريس، وكانوا كل الحفلة برا، كانت فعليا كل الشباب برا، وكلهم شافوني بدون ذكر اسماء. انطرت لحتى يخلصوا ودخلوا. اجيت انا بدي ادخل، لقيت سارة جاي من وراي. قلت يلا ها هي سارة اجت، بنسلم عليها كذا، بنبارك لها قبل العجقة اللي رح تكون جوا. قربت هي، سلمت على الاشخاص اللي معي، وانا عملت حالة مو شايفتني تماما. صرت ناديلها سارة سارة، طلعت فيني بهالطريقة بالضبط. انا هون عرفت وفهمت انه انا مش مرحب فيني بهالحفلة. وانصدمت بصراحة، فرحت وطلبت سيارتي من الباركينج. فمثل ما كنت عم احكي لكم، انا طلعت عم استنى سيارتي لحتى تيجي من الباركينج. هون بيجيني الاتصال، بيقولوا لي انه سارة بالذات هي اللي ما بدها اياكي تدخلي على الحفلة. انا هون ما انصدمت، لانه انا شفت تعامل سارة قبل بشوي، يعني شفت بعيني. كان فيني كذب المتصل، بس انه انا شفت بعيني، ما في داعي كذب حدا. فانا هون حملت حالي ورحت على البيت، وانا مو سكيورتي اللي بيمنعني ادخل. انا لو ما شفت انه انا مو مرحب فيني بالعرس، مع اني معزومه، بس مو مرحب فيني من قبلها، هي اللي ما كان بدها يعني ادخل على الحفله. فانا هون حملت حالي ومشيت، لانه كان فيني دق لاي حدا، وكان فيني اعمل اتصالات وادخل وعادي طبيعي. كانوا كتير من رفقاتي بالحفله، بس انا ما عملت هيك لانه انا كرامتي اغلى شيء عندي. وكمان في شغلة كتير مهمة لازم اوضحها، انه انا لو مو واثقة من عزيمتكم الي كان ما نزلت من الصبح ستوريات اني انا عم بتجهز. صار كل العالم بتعرف انه بيسان حتكون متواجدة بالحفلة. انا نزلت ستوريات وانا واثقة من عزيمتكم الي. اوكي، لنفترض انتو ندمتوا انكم عزمتوني او خجلتوا وات ايفر، كان فيكم بكل بساطة تبعتولي مسج باي حجة كانت، وانا حاتقبل وحقدر ظروفكم اللي انتو فيها. بس مو تستنوني اوصل على باب الحفلة والعالم كلها تعرف انه حكون متواجده، بعدين ما يشوفوني بالحفله، وتصير بلبلات وتحليلات، وتصير في تلطيشات حكي اللي انتم اوريدي مجهزين انه تلطشوها، والعالم تصير تحلل. ما توقعتوا اني انا اكون صريحه لهالدرجه واطلع احكي بالموضوع، لانه انا فهمت شو غايتكم من هالحركه، لهيك طلعت ووضحت بكل صراحه. وبعدين كان فيك تطلع بوجهك على الستوري وترد مثل العاده، ما كان لازم، يعني ما كان بالضروره انه تروح لعند قناه وتستعين برفيقك المقرب لحتى يصف معك وما يسمع من الطرفين. مروان وسارة الورع، وتحديدا من بعد ما قيل انه طردوكي من عرسهم، صار في بيناتكم تصريحات متبادله كثير اخذ ورد، ولكن انت اكدتي بالاخير انه سارة ما كان بدها اياكي تتواجدي بالعرس. صح؟ صح. كان في خلاف بيناتكم، شو خلفيه الموضوع؟ ما في له خلفيات ابدا. ما هذا هو الصدمه، انه لا ما فيه اي شيء، يعني ما في ولا مشكله ابدا. فانا مشان هيك انصدمت. فمن صدمتي ردة فعلي كانت غريبه. شو صار وقتها؟ وصلتي على العرس؟ لقيت الشباب عم يفوتوا، هي زفت العريس. وقفت. كنتي لابسه وكل شيء؟ اكيد. فايته على العرس انا. مع مين كنتي؟ كنت مع بنتين معي، كانوا الميك اب ارتست وبنتها. فنحن فايتين ولا لقينا مو زفة العريس، فبترجع بتفوت العروس مع ابوها لحتى يقدموها للعريس. فانا شفتها وقلت له روح سلم عليها، فهي ما عطت اي رياكشن حلو يعني بوشي. سلمت على البنتين معي بحراره. غريبه. ايه، سلمت على البنتين اللي معي بحراره، وانا عملت لي هيك.
يعني بتغار منك على غيث كانت؟ بدك تسألها والله ما بعرف، أنا ما بعرف أي شيء يعني. شو رجع صار من بعدها؟ رجع صار إنه هي عم تغمر الميك اب ارتست، حكيت لها شيء بإذنها، فبعدها أنا استغربت من تصرفها، بس قلت بررت يعني، قلت إنه عرس وتوتر متوترة. أكيد مش قاصدة. مركزة يعني. بس بعد ما دخلت اجت الميك اب ارتست عندي وقالت لي بدك أكون صريحة معك؟ قلت لها إيه أكيد. لازم تفلي. قالت لي لا، قالت لي العروس ما بدها اياك تكوني موجوده جوا. كيف تلقيتي هالخبر؟ ما حكيت ولا شيء، دغري فليت. لانه غيث رجع طلع وقال انه ما في صداقه بتجمعكم انت وياه. انا وياه ولا انا وياها؟ انا وياها لا، ما في صداقه. انت وغيث؟ ايه اكيد في صداقه. يا عرس صاحبنا. لا والله. عزمك؟ ها؟ رايحين ان شاء الله هيك، شريت بدله بنت كلب. لا وانا كمان. والله؟ ايه. انت اجتك العزيمه. متاخر. لا يكون انت مش معزوم بس رايح غصب. يا ملعون. يا جماعه عم بتقلي انه كثير بيشبهوها فيني. عن جد نص دايركت مسج انه انا وانت يمكن نفس تدويره الوش كرمال هيك. لا بس حلو حلوين الخدود، حلو طبيعيين. لما نعم. نو انفيتيشن. نو انتري. هلا انا ما كنت بالوقت يلي غيث عزمها لبيسان، بس انا حسب ما سمعت انه هيك صار. اوكي